ما الذي يحدث الآن في الإعلام القطري التركي؟ الإعلام اللي كان من ساعتين بيشتم في السعودية، الإعلام هو نفسه يعني عايزة تشوف اللي كان في قطر أو تركيا بيتكلم على السعودية والأمير محمد بن سلمان واللي بيحصل إيه واللي يحصل إيه. تخيل دلوقتي ما الذي جرى. عارف اللي هو حول ال 365 حوله 365. ده انت لسه ما كملت الساعة عمال تتكلم وتقول رجعت غيرت المحطة، رجعت تحولت. ما احنا قلنا ايه الاعلام ده شغلته ايه هي بالظبط؟ وهل ده اعلام؟ هو ده اعلام؟ اطلاقا مش اعلام. هو ده بيشتغل بالامر. تاني، الامر، صدرت الاوامر اليهم من الدوحة، من الديوان الاميري، صدرت الاوامر للجزيرة واخواتها في قطر وفي تركيا وفي لندن، عشان عندهم قناة في لندن. كله دلوقتي اجواء احتفاليه ويتكلموا ايه. بقول لك اللي كانوا عمالين شتايم، ده كانوا ماسكين الامير محمد بن سلمان بقى لهم ايه كام سنه شغالين. دلوقتي لا خالص، مفيش حاجه خالص. عظيم والله، مش متضايق، بالعكس انا بوريك بس ازاي دول بيشتغلوا. دول بيشتغلوا اجراء مرتزقه. ما فيش واحد فيهم عنده مبدأ. ما هو اللي عنده مبدأ يستقيل. يعني انت منتظر الخاين معتز مطر يستقيل، او الخاين مطر زوبع يستقيل، او الخاين اسمه ايه ناصر يستقيل، او الخونة بتوع الجزيرة يستقيلوا؟ يعني لو عند حد فيهم رجولة، تاني بقول رجولة، يستقيل. طيب انت يعني النهاردة تقدر تطلع قدام الناس النهاردة تقول لا وازاي؟ واللي كنتوا بتقولوه على السعودية تقدروا تطلعوا تقولوه النهارده؟ تطلعوا تتكلموا النهارده على الامير محمد بن سلمان الا تقدير الامير محمد وشكر الامير محمد وتقدير كبير، والراجل عمل وخد بالمبادره لازم تطلعوا تشيدوا. وانا بقول لك لازم تطلع تشيد. هتطلع تتكلم وتشتم زي ما كنت بتشتم او تردح؟ ابدا، لا يمكن. وانا بقول لو فيكم واحد عنده رجوله، تاني رجوله، يعمل عكس اللي انا بقوله. انا بقول لك الشغلانه دلوقتي القرارات اللي راحت لهم، الامر صدر لهم الديوان الاميري. لا هجوم، يتوقف الهجوم، بل اشاده وتطبيل وتصفيق. تاني، تطبيل وتصفيق حار جدا، واعمل ليالي وافراح. تاني، لا تتحدث ابدا، انسى. اعرف كيف يتم تشغيلهم، عشان لما نقول لحضرتك دول ما بيشتغلوش بمزاجهم، بيشتغلوا بالامر. تعرف حقيقه الاوامر اللي صدرت. عايز واحد يطلع لي كلمه ضد الامير محمد بن سلمان، اللي كانوا عاملين ايه ليل ونهار ماسكين الامير محمد بن سلمان ايه وجايبينه ايه وهاشتاجات ضده وكذا وعمالين وحمل تشويق رهيب السنوات الماضيه. هل يطلعوا نفسهم اللي كانوا بيتكلموا دلوقتي اللي بيشيدوا؟ هل فيهم واحد راجل؟ هل في واحد يعترض؟ هل في واحد عنده رأيه؟ يعني في واحد يطلع يقول لك انا والله رأيي بقول كذا، زي ما هنطلع بنقول رأينا. ده انا طلعت قلت لك حتى لو قيادة ومصر انا موقفي لن يتغير، ده انا قلت لك كده وافضل اقولها، عشان احنا بنشتغل من اللي جوانا مش زيهم. بيشتغل بأمر، دول بيشتغلوا بأوامر. الأوامر جت، الأوامر صدرت، والنبرة الآن تغيرت تماما. هو بيدوروا عليه، بيدوروا على مواقف، بيدوروا على المال. ده المرتزقة. هو المرتزق ده بيدور على حاجة، بيدور هتديله كام، هتقبضه كام في الآخر. هو عنده موقف وعنده رأي. يعني كل اللي قدامك دول وغيرهم كتير 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 قوي، بس بكرة عشان الوقت كمان هقدر هوريك. هل كل دول عندهم مواقف؟ لا، أجراء مرتزقة، خونة، يفضلوا خونة. بيشتغل الكفيل بتاعه مين؟ الكفيل بتاعه تميم، فبيشتغل عند الكفيل اللي هو تميم. فالكفيل
يا ولد يا ولد يا زوبع، توقف عما كنت تقول على الامير محمد بن سلمان وعن المملكه العربيه السعوديه. توقف يا ولد يا ولد يا اسمه ايه مطر، توقف اياك، والا القنوات دي كلها خلاص، القنوات دي ما تقدرش، انتهى. اعلم ايها المشاهد الكريم كيف تعمل هذه القنوات، وكيف يعمل هؤلاء الخونة، كيف يعمل هؤلاء الخونة. انا بس بقول لك تبقى فاهم الرسالة حضرتك. يا ولد يا زوبع، قف عندك يا زوبع، اياك تقترب من المملكة او الامير محمد بن سلمان، اياك، رقبتك تطير فيها يا زوبع. يا اللي عامل فيها ذكر، عايز اشوفك ذكر بقى، وعايز اشوف الذكوره. وروني بقى الذكوره بقى اللي قاعدين دلوقتي في قنواتهم يتكلموا ازاي. انت مش كنت عامل سبع مش عارف الليل؟ وريني يا سبع الليل يا هيثم خليل، وريني ماذا ستتحدث عن ما جرى اليوم. هتتكلموا ازاي عشان في اسماء مش عارفها، مجاهيل قدامي، جهلاء. ماذا تفعل يا اسمه ايه وجد غنيم؟ كيف تتحدث يا وجدي؟ يا وجدي هتفعل ايه يا وجدي؟ تنفذ الاوامر يا وجدي، هتقول لهم نعم نعم حبايبي، اوامركم تأمروا يا حبايبي. يعني ارجوكم، يعني اقول لكم كل هذا الامر. التركيز كله، هم مركزين معانا، ولكن كله شغال ضد مصر. هيفضلوا شغالين ضدنا، طبعا هيفضلوا شغالين ضدنا. تاني بقول لك خلي بالك. شوفوا حضراتكم،